مساء الخير عليكم جميعا، ومكملين معاكم في متابعة لوجوس تي في لكل ما يحدث في مصر لحظة بلحظة. النهاردة هنتكلم عن كل حاجة حصلت في مصر من بعد بيان الرئيس محمد حسني مبارك أمس حتى اليوم. سمعنا جميعا عن كل الأخبار. هنتكلم عن انقسام المعارضة ما بينها وما بين بعضها، السيناريوهات اللي تمت النهاردة دي هل هي حكومية أم معارضة؟ كل دي وجهات نظر محللين سياسيين وأخبار هنعرفها النهاردة، وكمان هنتكلم عن السيناريوهات المحتملة لغدا ولمستقبل مصر. هبتدي معاكم في أهم خبر، وهو عن وزير الصحة المصري أن 3 أشخاص قتلوا وأكثر من 1500 جريح يوم الأربع في الاشتباكات العنيفة بين المؤيدين للرئيس محمد حسني مبارك وأيضا المعارضين. الاشتباكات دي تمت النهاردة الصبح. هنروح نشوف تقرير عن الاشتباكات دي ونرجع تاني. ميدان التحرير الذي كان مقرا رئيسيا للمطالبين بإسقاط النظام تحول إلى جبهة اشتباكات عنيفة بعد دخول مؤيدين للرئيس مبارك، لتتحول الصورة تماما. فجميع الطرق المؤدية للميدان شهدت توافد مئات من المتظاهرين المؤيدين للنظام، بل دخل بعضهم معتليا الخيل والجمال. خرجوا منذ الصباح من عدة أماكن متفرقة في القاهرة، وهناك بدأت الاصطدامات. اللجان الشعبية المسؤولة عن حماية المحتجين في الميدان حاولت منع دخولهم، لكن دون جدوى. فالمؤيدون للرئيس مبارك اتهموا المحتجين في ميدان التحرير بالخيانة والتخريب والتسبب في شعور المصريين بعدم الأمان، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالعصا والحجارة بين الجانبين وسقوط جرحى. رجاله بتندس وسطنا وعايزه ان هي تعمل ان هي مننا، شباب رايحه جايه عمال تقول الحقوا، جاي 50 واحد، جاي 1000 واحد، فين؟ اهلا وسهلا. هم بيجوا بيحاولوا يستفزونا، احنا واقفين بكل يعني سلام. الفاظ بذيئه كتيره جدا تعدي على كل اي حد فينا بالخيانه، وانتوا عملاء وانتوا مجبورين، واحنا بكل بساطه احنا مش بنبص ناحيتهم ولا بنرد عليهم. المؤيدون والمحتجون تربصوا بوسائل الإعلام، وحاول بعضهم عرقلة عمل طاقم العربية في عدة أماكن. شفنا التقرير الأحداث اللي حصلت النهاردة وما بين مؤيدين ومعارضين رئيس مبارك. أنا هستوقف عند التقرير دوت بس، وهقول شوية أحداث حدثت بعديه. بعد هذا التقرير انقسمت المعارضة نفسها من أثر البيان الرئيس محمد حسني مبارك. كان ابتدى الشباب اللي خرجوا يوم 25 بالفعل يقتنعوا أن على الرئيس أن يكمل ال7 شهور الباقية من فترة الرئاسة، وخصوصا أن أغلب مطالبهم تمت. في بعض المعارضين والمحللين السياسيين يقولون أن يعني كان لازم للمعارضة ان هم يجيبوا الشباب دوت يرجع تاني عشان يفضلوا اقوياء، لان المعارضة الشرعية او المعارضة الرسمية زي ما بيسموها ضعيفة، لكن الشباب هو اللي اعطاها القوة. فكان لازم يعملوا احداث شغب تنتسب الى الرئيس، فالشباب يرجع تاني ويصر على اقالة الرئيس. ده سيناريو وهنشوف الحاجة بتاعته. كمان في سيناريو تاني، وهو ان الرئيس بعد أن كسب تعاطف الشعب معه وموافقة الشعب أنه يكمل، فكان بالعقل يعني المخابرات خلت الناس تعمل بالسذاجة دي، عشان الناس هتقول ما فيش نظام غبي هيقدر ينفذ يعني عملية واضحة وصريحة بالشكل دوت، تبقى المعارضة هي اللي عملت الموضوع ده. دي وجهات نظر مختلفة. كمان المعارضة نفسها من الأحزاب والبرادعي والإخوان اختلفوا. يعني مثلا في فيديو عندنا للمداخلة ما بين البرادعي وبكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع. الاثنين كانوا معارضة صف واحد، ولكن وجهات النظر اختلفت فيما حدث اليوم. هنروح نشوف النهاردة الفيديو ده ونرجع تاني. يعني ما ذكروا لي الشباب في ميدان التحرير أنهم أخذوا من بعض هؤلاء الأشخاص بطاقات الهوية التي كانوا يحملونها معهم، وهي تدل على أنهم ضباط شرطة ومن جزء من البوليس السري. فيعني لدينا أدلة جامدة على أنه هؤلاء ليس متظاهرين حبا في الرئيس مبارك، وإنما هو جزء من محاولة النظام لقمع حركة تحرير الشعب المصري. يعني وكل أنا عندما يتحدث إلي من الميدان ليس فقط شباب، هناك الأطباء والمحامين والمحاسبين، كلهم أشخاص من الفئات كافة فئات الشعب المصري. تحدث إلي منذ قلائل
أستاذ في السياق يذكر لي أنه يقف في الميدان وأن البلطجية يحاولون الاعتداء عليه. يعني هؤلاء أشخاص لهم مصداقية وينزلون إلى الشارع. عندما ينزل طبيب وأستاذ في كلية الطب يقف في الشارع ليدافع عن حريته، يعطيك هذا مثالا على الوضع المتردي الذي وصلنا إليه. الحقيقة أن ما سمعته الآن من الدكتور محمد البردعي أمر الحقيقة صادم. فيبدو أن الدكتور البردعي يدير معركته الداخلية في مصر بالاستعانة بالقوى الأجنبية. للأسف بالأمس اجتمع مع مارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية في القاهرة، واليوم يؤكد بلا جدال أنه يحرض المجتمع الدولي ضد مصر. نحن ضد النظام في مصر، وأنا خرجت في مظاهرات أطالب بتنحية الرئيس مبارك، ولكن ليس على أرضية البردعي ولا على أرضية أوباما. وأوباما أو الإدارة الأمريكية آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان وآخر من يتحدث عن الديمقراطية. أولى بهم أن يشاهدوا المنظر والمشهد في العراق أو في فلسطين أو في أي مكان آخر تتدخل فيه الولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث اليوم جريمة حقيقية في ميدان التحرير، اعتداء سافر، محاولة لتقويض حتى الحوار بين المعارضة وبين نائب رئيس الجمهورية. اليوم كنا مجتمعون في حزب الوفد وكانت معنا شخصيات لها مواقفها المعروفة. كان معنا الدكتور يحيى الجمل، سيد الغضبان المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، سامح عاشور، الحزب الناصري، سيد البدوي، الوفد، حزب التجمع، اتحاد النقابات المهنية. جميعنا أصدرنا بيانا وكان لنا موقفنا الواضح، ولكن ليس معقولا أن تقاد البلد إلى حرب أهلية إذا خيرنا بين أن ننتظر 4 أشهر فقط، لأن الرئيس يفترض في يوليو أن يتوقف ويرش ويفتح الباب الترشيح. إذا خيرنا بين 4 أشهر يبقى فيها مبارك وبين حرب أهلية تدمر مصر وفوضى خلاقة لصالح إسرائيل ولصالح أمريكا، فنحن نختار أن يبقى الرئيس 4 أشهر ثم بعد ذلك لا يقدم أي ترشيح، وقد وعد بذلك بالأمس. وعد بذلك. لدينا مطالب سنجلس على مائدة التفاوض مع السيد عمر سليمان ونصل إلى نتيجة، لكن تخريب مصر وتدمير مصر والتآمر على مصر من الخارج ومن الداخل وقتل هؤلاء الشرفاء الشباب الوطني المحترم الذي قاد الثورة دفاعا عن المصريين جميعا، هذا أمر مرفوض ويجب أن يحاكم القتلة الآن قبل الغد الذين دفعوا بأتون حرب أهلية الآن. نرى في ميدان التحرير هؤلاء مجرمون، هؤلاء يريدون تقويض الدولة المصرية ويريدون سحق كل من يكون له صوت على أرض هذا الوطن. شكرا لك مصطفى بكري الصحفي في القاهرة. وزي ما شفنا المعارضة نفسها انقسمت، البردعي والبكري. وبكري يقول أنه كان مع الوفد والناصري والتجمع، فهل هذا يعني في محاولة من المعارضة أن يعني تستقل عن البردعي؟ دي حاجة. تاني حاجة، في محاولة للرد من وزارة الدفاع الأمريكية، قال المتحدث الرسمي للوزارة أن أمريكا لا تعرف هوية البلطجة. ده من CNN.